لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. مسجل المكالمات تطبيق محمله 5 مليون مستخدم، حجمه صغير. أنا عن نفسي بعد ما قعدت أدور كتير على تطبيقات لأن أنا أندرويد 13، قعدت أدور على تطبيقات عشان أقدر أسمع الصوت كويس ويسجل المكالمات، فملقتش إلا التطبيق ده. بقيت التطبيقات كلها بفلوس أو مش شغالة إطلاقا. كمان في ميزة في التطبيق دوت إن هو بيعمل لك لوك للمكالمات المسجلة بتاعتك، فمحدش يقدر يسمعها غيرك. تقدر بقى تخلي المكالمات الصادرة بس هي اللي تتسجل، المكالمات الواردة بس هي اللي تتسجل، كل المكالمات تتسجل زي ما انت عايز تعمل يعني. وفي مصادر كتير للصوت، لو الصوت مش ظاهر عندك فتقدر ان انت تحدد مصدر الصوت، سواء بقى الميكروفون سواء يعني ايا كان هتلاقي فيه مصادر كتير للصوت، تقدر تحدد منها الصوت لحد ما توصل لأحسن جودة عشان تسمع منها المكالمات اللي انت بتسجلها. تطبيق صغير بس فيه إعلانات، بس يعني بالنسبة للميزة بتاعته فهو كويس جدا. كمان مش كل التطبيقات اللي بتشتغل على أندرويد الخام، جوجل دايما بتعمل تحديثات عشان تمنع أي تجسس أو تلصص أو حاجة زي كده. طبعا انت المكالمات بتبقى مكالمات شخصية للبني آدم نفسه، متبقاش لحد تاني. اه بيتكلم مع حد تاني بس بيبقى احيانا بيبقى محتاج يعني ايه، يثبت كلام مع حد قاله، حد غلط فيه، حد شتمه، وهكذا. لو ما كنتش تعرف تطبيق قبل كده واول مره تعرفه من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن لو حبيت تحمل التطبيق.